السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ انا النهارده هعمل لكم حاجة حلوة كده، جيلي ومهلبية. طبقة مهلبية وطبقة جيلي، ويا رب تعجبكم. ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي معلقتين نشا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين شوية مية صغيرين بس. بسم الله. ومعلقتين سكر. ده حسب بقى الرغبة اللي انتوا عايزينه. اللي بيحب يعني السكر الكتير بيحط 3، واللي بيحب القليل يحط، يعني حسب الرغبة. 1 2. طبعا اهي غلت معانا اهي وتخنت اهي. هو ده القوام اللي انا عايزاه اهو. ما تبقاش تخينه قوي، يعني تبقى خفيفه كده شويه. دلوقتي هنفضل المهلبيه، بس ما يعني سيبوا مساحه للجيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يعني. يلا يا حبيبي قلبي، هنعمل الجيلي اهو. هما كيسين جيلي، على كل كيس كوبايتين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايتين ميه اهو. 1 2 3 4. تمام. والسكر طبعا برضو حسب الرغبة. انا برضو هحط معلقتين 2. 1 2. كيس الفانيليا ده انا نسيت احطه في المهلبية على فكرة، هحطه اهو. نقلب. بسم الله الرحمن الرحيم.
وهنقلب لحد ما يغلي. وزي ما انتوا شايفين اهو انا الجيلي بيغلي اهو. وطبعا هسيبه هركنه لغايه ما يبرد. وطبعا المهلبيه هتكون طالعه من التلاجة وهي بارده. وبعدين بعد ما يغلي هركنه يبرد. وبعدين هحط التفاح والموز، يعني تفاحه وموزه، ده حسب الرغبه. ممكن برضو ما حدش يحبه باي فواكه بيعملوا كده وبس. فكده خلاص كده كده الجيلي خلص. هسيبه بقى لما يبرد وبعدين اقدم لكم الجيلي. ورجعت لكم حبايب قلبي بعد ما المهلبيه خرجت من التلاجة اهي والجيلي برد. هنصب بقى ايه بالراحه كده، بالراحه على قد ايه مروحه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بقلل عشان لسه الفاكهه، وانا مش عايزه يعني إيه مش عايزاكم تحطوا الفاكهه فوق بعض، يعني الموز على التفاحه الكلام ده لا. مثلا يعني ايه خلي واحده موز اهي، عشان في ناس بتحب الموز وفي ناس بتحب التفاح، فميبقاش كله ملخبط يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. واتنين اهو تمام. وده بقى التفاح اهو. شكله جميل ازاي. على فكرة شكله حلو ومغذي كمان، يعني في لبن وجيلي وفاكهة مغذي برضو يعني للأطفال، بدل ما يروحوا للبقال يجيبوا جيلاتي والكلام دون. حاجة باردة في التلاجة ومنها مغذية ومنها نظيفة ومعمولة في البيت. بس كده. وبعد ما تخرج برضو من التلاجة برضو هوريها لكم. وحبايب قلبي بعد ما خرج من التلاجة رأيكم في شكله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رأيكم شو المنظر ده، منظر تحفة تحفة بجد، تحفة. تحفة 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 حقيقي تحفة. اتمنى ان انا بقدمه يعجبكم واكون عند حسن ظنكم، وارجو اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من يوميات دمياطية. مع السلامة.